انتوا عارفين الماتش الاهلي والزمالك لما اتلغى ايه اللي حصل؟ جمهور الزمالك بقى نازل بعد ما الحكم بالظبط صفر بإلغاء المباراة. جمهور الزمالك بقى ملعين الكشافات ونازلين في بعض بصوا أحضان. والكاميرا متسلطة على شيكابالا عمال يضحك ويهرج ايه يا جدعان ده؟ ايه ده؟ اكسبني كورة يا حبيبي انت وهو. اكسبني كورة يا حبيبي انت وهو. مش حكم لغى المباراة ولا صفر. ده احنا هو ده اللي انتوا فالحين فيه. هو ده اللي انتوا فالحين فيه. نفس الكلام. الكاميرا جايبة ايه؟ ميدو وجماعة اللي عاملين زي بجد، عاملين زي ايه؟ المرتزقة اللي بيطلعوا قطاعين الطرق. عارفين المرتزقة اللي بيطلعوا قطاعين الطرق؟ نفس المنظر نفس الشكل ونفس البتاع. طب ده كله ليه؟ عشان نجيب حكم أجنبي وحكم مصري. حكم أجنبي وحكم مصري. النغمة بتاعت كل الحجة. أي فريق في الدنيا يتكلم عن حكام أو أي مدرب أو أي إدارة بيتكلموا عن حكام، تعرفوا إن إدارة فاشلة ونادي فاشل لا يعلم به إلا ربنا. ليه؟ اللي بيتكلم عن الفشل، اللي بيتكلم عن الحكام بيعلق في شماعة. إيه بيعلق في إيه؟ في شماعة الفشل. إحنا بنلعب في الدوري الإنجليزي يا حبيبتي وهو. إحنا عندنا حكام ولا عندنا حد بيحكم كويس ولا عندنا استادات والاستادات الجديدة اللي اتعملت أصلا ده بقت مليانة التراب وشبكة العنكبوت زي الاستاد العاصمة الإدارية. لحد دلوقتي إحنا مش قادرين نفهم الاستاد ده اتعمل إيه أساسا. مفيش حد بيلعب عليه. يعني مبيلعبوش غير في الاستاد بتاع بترول أسيوط والاستاد بتاع القاهرة والاستاد الداخلية والاستادات اللي في مصر اللي احنا نبال ربنا دي. طب الاستادات الجديدة فين؟ مفيش. كل ده تراب وشبكة عنكبوت. تراب شبكة عنكبوت. إذا طب أنا مش قادرة. إذا يبقى كل حاجة بايظة أساسا في البلد وفي الكورة. دلوقتي طالعين في شماعة الحكام. النادي الأهلي بياخد الدوري بالحكام. طب انتوا فين كنادي الزمالك في أفريقيا أساسا؟ انتوا فين كنادي الزمالك؟